لا لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما دايما دايما. احنا بقى ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل ايه؟ هنختم خلاص شابتر الكيرس، هنختمه عن بكره. طبيعي هنتكلم على الثلاث اربع عناوين اللي باقيين، هنتكلم على الاكسبيرمنت بتاعت الدنتال كاريس نقراها تاني بالرغم ان احنا كنا خلاص وضحناها فهم. بعد كده هنشوف الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع الانامل والدنتين والسيمنتم كيرس، ثم اخر حاجه الثيوريز بتاعت الكيرس اللي هم حطوها وكانوا بيتناقشوا فيها مين هي النظريه الاصح اللي وضحت حدوث الدنتال كيرس بشكل تفصيلي. بس زي ما بنعمل دايما قبل بدايه كل حصه بفكرك احنا قلنا ايه لحد دلوقتي، وزي ما باكد عليك علشان تذاكر الدنتال كيرس صح او اي شابتر في الاورال باثولوجي لازم تذاكره في هيئه عناوين. لازم اول ما افتح لك الشابتر ده تقول لي يا دكتور انا في الشابتر ده كان عندي 5 عناوين ومن تحتهم كلام كتير. انا مش مطالب ولا طالب منك ان انت تفتكر العناوين اللي تحت، كده هتيجي بالاسئله وهتيجي بالحل وهتيجي بالمذاكره كتير وبالمراجعه كتير، لكن علشان اطمن ان انت الحمد لله داخل على شابتر جديد والشابتر القديم ده اموره تمام بالنسبه لك، تبقى فاكر العناوين كانت عباره عن ايه. فطبعا اول ما اكلمك على الدنتال كيرس تقول لي يا دكتور اول عنوان احنا اخدناه اللي هو كان الديفينيشن بتاع الدنتال كيرس. طيب ادي الديفينيشن، بعد الديفينيشن اتكلمنا على تاني عنوان اللي هو الكلاسيفيكيشن، بعد الكلاسيفيكيشن اتكلمنا على الايتيولوجي، والايتيولوجي طولنا فيها شويه. اخدنا الهوست اللي هو انا سنه وصلايفه، بعد كده مين هيشتغل على السنه والصلايفه دي؟ البكتيريا، والبكتيريا عشان تقدر تطلع الاسيدز كان لابد من وجود كربوهيدراتس او الفيرمنتبل كربوهيدراتس. ليه فيرمنتبل؟ عشان اقدر اطلع منها اللاكتيك اسيدز او الفيرمنتبل اسيدز. تمام. طيب كده خلصنا الحمد لله الايتيولوجي وختمناه، وبعد كده اتكلمنا على رابع عنوان اللي هو الكيمستري اوف كيرس، وعرفنا ان الكيرس ده عباره عن دايناميك بروسيس، يعني عباره عن عمليه بتحصل في معاها ريمينراليزيشن وفي معاها ديمينراليزيشن. تمام. طيب بعد كده اتكلمنا على ايه؟ بعد كده اتكلمنا طبعا على الدنتال بلاك واخدناه بالتفصيل، وقلت لكم ان الصور اللي فيه مهمه جدا للي عايز يفهم ويحفظ كويس الدنتال بلاك. وجبنا صوره طبعا بس هنا عشان يمكن النت شويه تقيل هتحمل دلوقتي. عرفنا ازاي بيحصل سيلكتيف ادزوربشن ما بين النيجاتيف وما بين البوزيتيف، ما بين البكتيريا وما بين الاكوارد انامل بيليكل اللي ما كانش فيه ولا سيلز وكان اورجانيك فري، وكان اورجانيك وكان بكتيريال فري، وده بسبب ان هو بيتعمل من الساليفري جلايكوبروتين. واتكلمنا ازاي البكتيريا الكولوني بتقدر ان هي تعمل ديفيجن عليه. بعد كده خدنا الاكسبيرمنت وهنبدا بقى باذن الله بالاكسبيرمنت. الاكسبيرمنت علشان خاطر ما تتوتروش ويبقى الموضوع سهل، ودي نقطه مهمه جدا عايز اكد عليها زي ما الدكتور ما اكدت عليها في المحاضره. انتوا المطالب منكم في اي اكسبيرمنت يا شباب هما 3 نقط اساسيين. اول حاجه الايم او الهدف اللي اتعمل او الجول اللي اتعمل بسببه الاكسبيرمنت دي. تاني حاجه هو الاوبزرفيشن، لما جم بصوا على الاكسبيرمنت دي لاحظوا ايه؟ تالت حاجه بقى الكونكلوجن، استنتجوا ايه من الاكسبيرمنت دي؟ طلعوا بنتيجه عامله ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. فواحده واحده، اول اكسبيرمنت معانا يا شباب، وزي ما قلت لكم احنا كان هدفنا في الاكسبيرمنت نشوف كل الكلام اللي فات ده كان غرضه ان هو يثبت حدوث الدنتال كيرس بيحصل ازاي. فاول حاجه طبعا هنتكلم عليها واللي انا قلت لكم عشان تفتكروها في فايب هول فامباير. يعني ايه؟ يعني دي كانت تجربه شريره قوي. جابوا ناس كانوا للاسف منتالي ريتاردد، معاقين ذهنيا، في مستشفى اسمها فايب هول، وقلنا في اوعى تنساها في الامتحان. كان كل غرضهم يشوفوا هل الكربوهيدراتس بتاثر على حدوث الدنتال كيرس ولا لا، هل الكربوهيدراتس او النشويات باشكالها المختلفه من حيث الفريكونسي، من حيث التكتشر، من حيث الاماونت، من حيث الانتيك، هل كل ده بيفرق ولا لا. عشان كده عملوا ايه؟ جابوا المنتالي ريتاردد بيبول. يبقى انا كده خلصت لك الهدف. لما يجي لك في الشفه تقول لها يا دكتور بصي الايم بتاع فايب هول ده كان علشان يثبت هل الكربوهيدرات ليها دور في الكيرس ولا لا. عملوا ايه بقى يا شباب؟ ايه الميثود او الطريقه؟ قلت لك الطريقه مش مطالبه منك بس علشان الشفوي تبقى فاهمها. جابوا جروب كبير قوي من المنتالي ريتاردد بيشنتس وقسموا الجروب ده لاكتر من جروب صغير، اكتر من سب جروب. قال لك ايه؟ قال لك احنا اول جروب ده هنجيبه ده هيبقى الكنترول جروب. يعني ايه الكنترول جروب؟ يعني ده الجروب من الاخر كده اللي انا هسيبه على جنب هقارن الباقيين بيه. يعني ده ولا هديله كربوهيدرات ولا هديله اي شكل من اشكال الكربوهيدرات واسيبه ما عندوش دنتال كيرس، وابدا اقارن الجروبس الثانيه بيه بعد ما اعمل عليهم التجربه. فعمل ايه بقى؟
قسم الناس دول ل 7 جروبس. يبقى اذا الهدف بتاعنا كان عايز يشوف ازاي الاماونت والفريكونسي والستيكنس اللي هو التكتشر بتاع الكربوهيدرات بيأثر. عمل ايه؟ زي ما احنا قلنا جاب 7 جروبس في المستشفى اللي اسمها فايب هولم اللي اتعملت في السويد، وبعد كده ابتدى يجيب ال 7 جروبس دول واحد كنترولد وجاب السته التانيين. ابتدى بقى يعمل ايه في السته التانيين دول يا شباب؟ يديهم اشكال مختلفه من الكربوهيدرات. واحد يديله مثلا عصير او ميه بجلوكوز، الثاني يديله كراميل، الثالث يديله البان، الرابع يديله كميه كبيره مره واحده وبعديها يسيبه بقيه اليوم ما يديلوش حاجه. طبعا ما عليكش كل التفاصيل دي بس تعالى نقرا. يبقى اذا ال6 تيست جروبس اللي هو عمل معاهم المقارنه بالنسبه للكنترول، اول واحد اداله شوجر سوليوشن يعني اداله محلول بالسكر زي ميه بجلوكوز كده. تاني واحد اداله ستيكي شوجر ما بين الوجبات بتاعته، يبقى اذا هنا ما ادالوش وسط الوجبات نفسها، لا اداله بين الوجبات. تالت واحد اداله اثناء الوجبه بتاعته وهو بياكل، اداله سكر وهو بياكل مع الوجبه نفسها. رابع واحد اداله ستيكي شوجر ديورنج الميلز. يبقى بصوا خلي بالكم هنا عمال يدي اشكال مختلفه من التجربه. اول واحد اداله ميه بسكر وقال له خلاص انت كده خلصنا. تاني واحد اداله شوجر ما بين الوجبات مش ستيكي، سكر ميه بجلوكوز عادي ما بين الوجبات. تالت واحد اداله سكر عادي اثناء الوجبه. طب رابع جروب ادالهم ستيكي شوجر اثناء الوجبه نفسهم. المهم خامس جروب زود له كميه السكر عامه على مدار اليوم. سادس جروب زود له الفريكونسي، زود له المعدل. يعني ايه المعدل؟ يعني كل 5 دقائق يدي له حته توفي، كل 5 دقائق يدي له حته توفي، كل 5 دقائق يدي له حته توفي. ولو انت شاطر كده وعايز تعرف ايه هي الاستنتاج اللي طلع بيه ومن غير ما نتكلم كتير لان احنا يعتبر شرحناها في الكربوهيدرات، هتقول لي يا دكتور بص مليون في المية مليون في المية انا اللي يفرق بالنسبه لي بقى ككربوهيدرات هو اكيد الفريكونسي، المعدل اللي باكل بيه الكربوهيدرات. ليه؟ هتقول لي يا دكتور لان طول ما انا عمال اكل كربوهيدرات كتيره انا كده بفضل اخلي البي اتش بتاع الاورال كافيتي قليل على طول، ما بديش فرصه للبافرنج اكشن بتاعه السلايفا ان هي تقدر تعلي لي البي اتش. وبناء عليه يبقى اول حاجه بتفرق هي الفريكونسي. طب تاني حاجه هتفرق هو التكتشر. يعني ايه التكتشر؟ يعني من الاخر كده الستيكنس بتاع الكربوهيدرات. يعني مين يعمل لك كيرس اكتر؟ التوفي والكراميل اللي بيقدر يلزق على السنه وفي الاورال كافيتي اللي تنظيفه صعب قوي باللسان وبكل حاجه وبالسلايفا، ولا العصير اللي هو بيتشرب على طول ويعمل ووشنج ويقوم نازل على طول ويمشي من على السنه؟ هتقول لي يا دكتور اكيد طبعا الكراميل والتوفي هم اللي بيأثروا اكتر. عشان كده هو ده بالظبط الاستنتاج اللي طلع بيه. قال لك بص بقى اخطر حاجه بالنسبه لي ككي فايندنج ان الفريكونسي هي اكتر عامل بيفرق. يعني ايه؟ يعني لو واحد كل كربوهيدرات او كل علبه حلويات مره واحده وغسل بقه وعلى مدار اليوم وما كلش حاجه تاني، انا كده العيان ده مش هيحصل له دنتال كيرس. يبقى اذا الفريكونسي هو اللي بيفرق. طيب دكتور غير الفريكونسي الستيكي شوجر بتزود الريسك بتاع الدنتال كيرس، واتفقنا وعرفنا ليه. وبناء عليه كل ما زود الفريكونسي والستيكي شوجر ما بين الميلز ده زود لك اكتر حدوث الدنتال كيرس. وبناء عليه طلعنا بنتيجه مهمه ان التكستشر والتايمنج يعني التكستشر والفريكونسي اهم بكتير بالنسبه لي من الاماونت. خلصنا كده من اول اكسبيرمنت اللي هي بتاعه فايب هول. تاني اكسبيرمنت عندنا يا شباب ودي كنا عايزين بقى خلاص بعد ما اثبتنا الكربوهيدرات بيعمل كيرس عايزين نعرف ازاي البكتيريا بتاثر في حدوث الدنتال كيرس. فعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اول تجربه معانا عمنا ميلر وعم الكل طبعا. ميلر ده قال لك انا عايز اشوف اذا كانت البكتيريا فعلا بتؤثر على حدوث الدنتال كيرس ولا لا. جاب 2 تيست تيوبس وحط فيهم سنتين وحط فيهم سلايفا وحط فيهم كربوهيدرات، يعني من الاخر حط كل الفاكتورز اللي بتساعد في حدوث الدنتال كيرس. وجاب واحده من التو تيست تيوبس دي خلاها كنترول، خلاها على جنب علشان يشوف هيحصل فيها ايه. وجاب الثانيه ابتدى ان هو يغلي التست تيوب دي. بعد ما غلى التست تيوب شكرا السلايفا جفت وبناء عليه البكتيريا ماتت، وبناء عليه مش هيكون عندك فاكتور من الفاكتورز اللي بتعمل لك الدنتال كيرس اللي هو الفاكتور الاهم اللي هو البكتيريا. شكرا. يبقى التيوب اللي هي اتغلت دي اللي هو سخنها هيحصل فيها دنتال كيرس؟ طبعا لا. بينما التيوب الثانيه السليمه اللي هو ما غلاش ولا جه جنبها خالص اكيد هيحصل فيها ايه؟ دنتال كيرس. يبقى اذا هتقرا الكلام ده هتلاقي بالظبط نفس الكلام اللي انا قلته. يبقى اذا الكونكلوجن ايه بقى بعد ما عرفنا دور البكتيريا؟ دكتور بس النون بويلد اللي هي ما غليناهاش ولا جينا جنبها دي اللي ورتني الكيرس. مش بس كده، علشان يحصل لي كيرس واسيد برودكشن وانامل ديمينراليزيشن لابد من وجود البكتيريا. خلصنا. طيب بعد كده بقى اورلاند علّى عليه اكتر. اورلاند عمل ايه يا شباب؟ قال لك خلاص بما ان عمي وعم الكل ميلر قال ان في بكتيريا بتؤدي لحدوث الدنتال كيرس، انا عايز اعرف بقى انهي نوع بكتيريا. فقام اورلاند عمل ايه يا شباب؟ بمنتهى البساطه افهموا علشان تقدروا تقولوا في الشفوي. الكلام ده بيجي في الاسئله كام سي كيو لكن حاجات بسيطه خالص، لكن انا يهمني تفرق وتفهم علشان الشفوي. طيب اورلاند عمل ايه يا شباب؟ جاب ام حامل، ام
فاره، طبعا ما تتريقوش، بس فاره علشان الاكسبيرمنت تكون ايه مظبوطه، بدل ما نعملها على منتال ريتاردد بيشنتس. جاب الام او الفاره الحامل دي اللي خلاص على وشك الولاده، واول ما جه، اول ما ابتدت ان الام دي على وشك ان هي تولد خلاص، ابتدى يعمل لها عمليه قيصريه. وبالتالي العمليه دي عملها في اسيبتيك كونديشن. يعني ايه اسيبتيك كونديشن؟ يعني خلف الاولاد دول اللي خلاص هيطلعوا للحياه في بيئه معقمه تماما، وبناء عليه اتاكد ان الاطفال دول، او اتاكد ان الراتس الصغيرين دول لسه مولودين ما عندهمش بكتيريا خلاص. وابتدى يعمل ايه؟ نفس بالظبط ما عملنا المره اللي فاتت، ابتدى يقسم الاولاد اللي اتولدوا دول لتو جروبس. جروب هيخليه كنترولد، هيفضل يخليه في اسيبتيك كونديشن، يعني جروب هيفضل حميه من اي بكتيريا خالص، والجروب الثاني هيبدا يديله انواع معينه من البكتيريا علشان يشوف هل البكتيريا دي بتعمل لي تسوس ولا لا، وهل في نوع بيعمل لي تسوس اكتر من نوع ثاني ولا لا. تمام، تعالى واحده واحده. يبقى اذا قلنا الكنترولد جروب ده ما عندوش بكتيريا. طيب ابتدى يجيب بقى الراتس اللي هيديهم البكتيريا دول. تقول لي يا دكتور استنى، يعني الراتس دول خلاص انا بقى عندي فئران عارف نوع البكتيريا اللي هدخلها لهم، انا اللي متحكم فيها. عشان كده بنسمي الفئران دي يا شباب، وتحفظوا التعريف ده صم، بنسميها نوتو بايوتس. يعني ايه نوتو؟ نوتو كلمه لاتيني بمعنى نو او اعرف، وبايوتس جايه من معنى كلمه بايو مايكرو اورجانيزم. يعني من الاخر كده دي الاطفال او الفئران اللي انا حاطط فيها مايكرو اورجانيزم حي انا عارفه، عشان كده سميناها نوتو بايوتس. طالب قول لي بقى، ابتدى يجيب الفئران دي، فار يديله اكتينومايسيس فيسكس، فار يديله ستريبتوكوكس ميوتانس، فار يديله لاكتوباسيلاي، فار يديله مش عارف اكتينومايسيس نيسيلوندي. طلع بنتيجه عامله ازاي؟ يلا انا هسالك شويه اسئله وانت تقول لي اكيد دي النتيجه اللي هو طلع عليها. مين اللي هيقدر يعمل لك كل انواع الكيرس ويبقى مسؤول عن الانيشيشن وبدايه الدنتال كيرس؟ هتبقى الستريبتوكوكس ميوتانس ولا اللاكتوباسيلاي؟ هتقول لي يا دكتور اكيد طبعا الستريبتوكوكس ميوتانس. اقول لك برافو عليك، لان دي اللي كانت قادره تطلع ديكستران او اكسترا سيلر بوليساكرايد تمسك فيه، يبقى دي هتعمل لك سموث سيرفس كيرس، وهتعمل لك كمان بيتسو فيشر. خلصنا. طيب مين اللي هيبقى مسؤول عن الروت كيرس بس؟ اكتينومايسيس فيسكس. طب مين اللي هيبقى بايونير في الدنتين كيرس وهو اللي مسؤول عن البروجريشن ملوش علاقه بالسموث سيرفس؟ هتقول لي يا دكتور اللاكتوباسيلاي. هو دي بالظبط يا شباب، او هي دي التجربه بكل التفاصيل اللي فيها. كتبت الكلام ده خدت درجتك بشكل كامل. ايه الايم؟ ايه الهدف بتاع الجول؟ اعرف البكتيريا بتاثر ولا لا، وهل في انواع معينه بتاثر. طيب وبالتالي لازم اعرفك تعريف النوتوبايوتس. دي حيوانات انا عارف فيها المايكرو فلورا اللي انا دخلتها لها تحت ستيرايل كونديشن، انا اللي متحكم فيها، وبناء عليه النيو بورن الاطفال اللي اتولدوا جديد انا ربيتهم في بيئه معقمه تماما، واديت لهم دايت خالي من اي بكتيريا. بعد كده ابتدى يعمل ايه اورلاند؟ بعد كده ابتدى يقسم الجروب ده، او ابتدى يقسم الفئران اللي اتولدت في بيئه معقمه لتو جروبس. جروب هو عارف المايكرو اورجانيزمز اللي فيه، وجروب تاني ما فيهوش مايكرو اورجانيزمز، وابتدى يدي المايكرو اورجانيزمز المختلفه الستريبتوكوكس ميوتنس واللاكتوباسيلاي. طلع بنتيجه ايه بقى الاوبزرفيشن بتاعنا؟ ان الراتس اللي كان عندهم ستريبتوكوكس ميوتنس حصل لهم سموث سيرفس كيرس وبيتسو فيشر، بينما الراتس بتوع اللاكتوباسيلاي حصل لهم دنتين او حصل لهم بيتسو فيشر كيرس بس. ايه الكونكلوجن بقى؟ هل كل انواع البكتيريا بتعمل لي دنتال كيرس؟ خلاص اتفقنا ان لا. طب هل في نوع بيبقى كريوجينيك او بيعمل تسوس اكتر من نوع تاني؟ اتفقنا اللي هو الستريبتوكوكس ميوتنس. طيب تعالوا بقى نشوف الدور بتاع ستيفنز في ان هو يثبت ازاي الدنتال بلاك بيأثر. وبمنتهى البساطه ستيفنز يا شباب لما جه ابتدى يفكر في التجربه بتاعته قال ايه؟ قال لك خلاص بما ان كل العلماء الشطار اللي قبلي عمي وعموم الكل اثبتوا ان الكربوهيدرات بتاثر، واثبتوا ان البكتيريا كمان هي بتاثر، طب معلش لو كل الفاكتورز دي كربوهيدرات والبكتيريا مش قاعدين في انفايرمنت كامله قاعدين فيها على السنه، انا كل ده مش هيحصل لي معاه دنتال كيرس. يعني من الاخر كده كان عايز يعرف ازاي الكربوهيدرات والبكتيريا بيقدروا يعيشوا في الدنتال بلاك، وازاي الدنتال بلاك بيأثر. عمل ايه يا شباب؟ جاب كالعاده جاب اكتر من جروب، وابتدى يقسم البيشنتس بتوعه دول على حسب الكيرس اكتيفيتي. يعني ايه على حسب الكيرس اكتيفيتي؟ يعني عندي مثلا واحد عنده تسوس كتير، واحد عنده تسوس قليل، واحد ما عندوش تسوس خالص. وابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يريكورد البي اتش بتاع الاورال كافيتي بتاعهم بعد اخر وجبه كلوها بساعتين. ليه بساعتين؟ لان ده الوقت اللي احنا بنطمن فيه ان الاورال كافيتي بقدر الامكان نيوترال او قريب من الالكالاين بي اتش، يعني كلهم ثبتنا عندهم البي اتش. تمام. قاسها ازاي؟ قاسها عن طريق المايكرو الكترودز. حط
جزء عند الدنتال بلاك اللي موجود على السنه وجزء في الفلور اوف ذا ماوس، وابتدى ان هو يقيس الريستنج بي اتش. بعد كده ابتدى يعمل ايه يا شباب؟ جاب الجروبس اللي قدامه دي وابتدى يديهم كلهم معايير ثابته من السكر، يعني اداهم ميه بمحلول فيه سكر. قد ايه بقى عليك تحفظه؟ لا مش عليك، المهم ان هو اداهم 25 مللي من 10% تركيز جلوكوز يمضمضوا بيهم بقهم لمده 10 ثواني. طيب وطالما هو اداهم سكر والسكر ده هيبتدي يخترق الدنتال بلاك ويدخل بمنتهى البساطه اللي هو الدايساكرايدز اللي هو السكروز، يعني بما انه خفيف فبيدخل الدنتال بلاك بسرعه. اكيد مره واحده البي اتش بتاع الاورال كافيتي هيحصل له ايه؟ هيسقط مره واحده. فابتدى يقيس البي اتش بتاع الديفرنت بيشنتس دول على مدار اوقات مختلفه، بعد دقيقتين، بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعه. لاحظ ايه بقى يا شباب؟ لاحظ حاجه غريبه جدا. لاحظ ان اول ما ابتدوا يغسلوا بقهم بالميه بسكر دي كلهم البي اتش بتاعهم نزل مره واحده. نزل مره واحده بقى لحد فين؟ اول حاجه وصل لها ال5.5 بي اتش. اكتشف ايه؟ اكتشف ان ال5.5 بي اتش ده اللي كل العيانين فيه ابتدى يحصل لهم عنده دي مينراليزيشن. قال لك بس بما ان كلهم تشابهوا في ال5.5 بي اتش ده يبقى على طول انا هسمي ان ده البي اتش اللي بيحصل عنده دينتال كيرس او بيحصل عنده دي مينراليزيشن، يبقى سماه الكريتيكال بي اتش. يبقى خلي بالك في حاجه اسمها ريستنج بي اتش، ده اللي احنا قسناه بعد هم ما كلوا اخر وجبه بساعتين. في حاجه اسمها كريتيكال بي اتش، ده اللي ابتدى يحصل عنده دي مينراليزيشن. طيب بعد كده ابتدى ينزل البي اتش اكتر من كده لان احنا البكتيريا عماله تعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات اللي جوه. ابتدت الامور تبقى ثابته لمده 10 لنص ساعه، وده الوقت اللي بيه او ده الوقت اللي في خلاله بيبدا يحصل دي مينراليزيشن بشكل كامل. عشان كده يقول لك دايما اغسل سنانك بعد الاكل علشان تدمر وجود الدنتال بلاك والكربوهيدرات تماما. المهم بعد كده بعد بنص ساعه ابتدى البي اتش يطلع. وعشان اختم التجربه يا شباب وتكونوا فاهمينها بشكل كامل هسالكم سؤال مهم قوي. تتوقعوا بالديفرنت بيشنتس المختلفين اللي احنا حاطينهم في التجربه دي، واحد عنده كيرس كتير، واحد عنده كيرس قليل، واحد ما عندوش كيرس خالص، هل تتوقعوا البي اتش لما يجي يطلع او يجي يرفع للالكالاين او النيوترال بي اتش هيطلع بشكل ثابت ليهم كلهم؟ يعني هيطلع بشكل ثابت او بشكل معاهم كلهم بنفس الشكل؟ لا طبعا. هتقول لي يا دكتور اكيد العيانين اللي عندهم تسوس كتير قوي للبكتيريا كتيره في بقهم هياخد وقت اطول عقبال ما يطلع، وبناء على الجروب الثاني هياخد وقت اقل شويه، الجروب اللي ما عندوش كيرس خالص هياخد وقت اقل واقل واقل. مش بس كده، خلونا اديكم مثال ثاني بسيط. بما ان السلايفا بتاثر، لو احنا جبنا عيان عنده زيروستوميا، يعني ايه عيان عنده زيروستوميا؟ ودي من الزيادات المهمه اللي لازم تكونوا عارفينها ومش موجوده في الهاند اوت وتكتبوها في الملزمه وانتم بتذاكروا. يعني واحد ما عندوش سلايفا خالص، هل تتوقعوا الزيروستوميا هتفرق في الطلوع بتاع البي اتش؟ طبعا يا دكتور، السلايفا دي هي اللي بتوفر لي كل البفرنج اكشن، وبناء عليه هتقلل لي من الوقت او هتزود الوقت او المده اللي المفروض يحصل لي فيها الانكريز بتاع البي اتش. يبقى اذا انا عايزك تبقى فاهم ستيفنز كيرف. اي فاكتور من اللي احنا قلناهم في الفاكتورز اللي فاتت بتاعت الدنتال كير، سواء دي مينراليزيشن او ري مينراليزيشن، تقدر تقول لي هي هتعمل ايه في المده بتاعت ستيفنز كيرف. يعني مثلا جيت قلت لك واحد عنده تسوس كتير قوي، تقول لي يا دكتور المده بتاعت الوقت هتزيد. قلت لك واحد عنده زيروستوميا، تقول لي يا دكتور المده بتاعت الستيفنز كيرف عشان يطلع هتزيد. جيت قلت لك واحد عنده سلايفا كتير قوي او عنده سالوريا، تقول لي يا دكتور المده بتاعت ستيفنز كيرف هتقل، وهكذا. يبقى انت تفهم اكتر ما تحفظ. يبقى اذا البي اتش doesn't return للريستنج بي اتش في الكيرس اكتيف بيشنتس. خلصنا. ايه الكونكلوجن بقى؟ توصلنا لايه بعد الاوبزرفيشن اللي احنا لاحظناه ده اللي هو الجمله الاخيره دي؟ توصلنا ان من الاخر كده الكربوهيدرات اول ما بيحصل له رابيد ديفيوجن بيوقع لي البي اتش على طول. يبقى اول حاجه ان الرابيد شوجر ديفيوجن في الدنتال بلاك بيعمل لك اسيد برودكشن فيوقع لك البي اتش. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بسبب البافرنج اكشن البطيء اللي بيخترق الدنتال بلاك ببطء خالص، هو ده السبب اللي بيخلي لك البي اتش يطلع على مده طويله قوي مع اعتبار الفاكتورز اللي احنا قلناها. وعلى فكره انا كده خلصت كل الاكسبيرمنت الموجوده عندي. اخر حاجه بقى هنختم بيها يا شباب بسرعه، وهو الجزء بتاع الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع الكيرس. وعلشان نفهمه كويس زي ما طبعا هتشوفوا في الفيديو، فالانامل يا شباب او اي نوع كيرس بنشوفه من خلال صورتين. يا اما بنشوف صورته في العياده حصل قدام عينيا ازاي، يا اما بنشوفه تحت الميكروسكوب زي ما هتشوفوا بالظبط في الصوره اللي هتحمل دي. المهم طيب دكتور، انا لما اجي ابص على الكيرس في العياده هتشوف من الاخر كده كل الكلاسيفيكيشن اللي احنا قلناها. يا تشوف الانامل ده هو ارستد، يعني تشوف وايت سبوت اللي احنا كنا بنسميها انسيبيانت او انيشيال او الوايت سبوت كيرس، وده ساعتها بيكون وايت بالمنظر ده وبيبدا ان هو يكون تشوكي. لو انت قدرت تسيطر على الكيرس في الوقت ده شكرا، ساعتها هنسميه ارستد كيرس. تمام، برافو عليك.
دكتور طب افرض بقى كان الكيرس بتاعي ده كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ يعني حصل فيه كافيتيشن، ولكن بسبب الستينز اوف فود وبسبب ان هو خد مده طويله قوي وقدرت احمي نفسي قصاده بقى عندي براون او بلاك كلر، ساعتها بنقول ان ده سلولي بروجريشن وحصل له ستيننج بالفود. ده برده شكل من ضمن الاشكال اللي بشوفها في العياده. عايز تسميه باسمه بقى اللي احنا عارفينه، حط سلاش جنب الموضوع ده وسميه كرونيك كيرس. ثالث حاجه بقى بنختم بيها يا شباب هو الاكيوت كيرس. والاكيوت كيرس احنا اتفقنا لونه ايه؟ لايت براون، او ممكن كمان من كتر ما هو سريع قوي يبقى لونه مبيض في الاول من كتر ما هو سوفت ومش قادرين ان احنا نلحق نصبغه بالاكل. وساعتها هيبقى كافيتيتد، تبقى السنه مكسره، وساعتها هيعمل لك جام بليدنج. اخر حاجه بقى بنختم بيها في الجزء ده قبل ما ناخد بريك او قبل ما نكمل وقبل ما تقوم تشرب حاجه، هو دكتور منظره تحت الميكروسكوب عامل ازاي؟ احنا اتفقنا منظره تحت الميكروسكوب يا شباب بيبقى مثلث. ليه مثلث؟ لان بمنتهى البساطه كده لما تيجي تبص على شكل السنه وهي بيحصل لها دنتال كيرس هتبص هتلاقي الاتي. لو انا رسمت قدامك السنه كده اهو، ده منظر السنه وده البيتس والفيشر وده السموث كيرف. طيب هتلاقي دايما ان البكتيريا لما بتبدا تعمل تسوس يا شباب بتعمل تسوس بالمنظر اللي انت هتشوفه ده، دايما بتكيف نفسها على حسب المكان اللي هي موجوده فيه. طيب بص كده، ده اهو الدنتين ونامل جانكشن وده الدنتين وده الانامل. ايه اللي بيبدا يحصل؟ تقول لي يا دكتور بص في البيتس والفيشر انا هنا عندي البكتيريا داخله من مدخل ضيق قوي. طيب اول ما تبدا تدخل من مدخل ضيق هتبدا تروح تنتشر عند الدنتين ونامل جانكشن. وانتوا شطار وعارفين من الاورال هيستولوجي ان الدنتين ونامل جانكشن دي اضعف حته موجوده ما بين الدنتين وما بين الانامل، لان ده التقاء ما بين مرحلتين مختلفتين في كميه الكالسيوم. يعني من الاخر دي اضعف حته. طب تسكت البكتيريا؟ لا، احنا قلنا بتكيف نفسها على حسب المكان اللي هي موجوده فيه. اول ما توصل للدنتين ونامل جانكشن يا شباب تبدا تنتشر. يعني ايه تبدا تنتشر؟ يعني تبدا تمشي هوريزونتال، بعد ما كانت ماشيه فيرتيكال تمشي هوريزونتال، فتعمل لك منظر مميز قوي 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 اللي احنا بنقول او بنسميه ايه؟ بنسميه انفيرتد كون. ليه سميناه انفيرتد كون؟ لان هنا البكتيريا عملت لك شكل مستطيل بالمنظر ده، او مش انفيرتد كون، ده بيكون كون او بيكون مستطيل طبيعي خالص. طيب خلاص البكتيريا ثبتت نفسها عند الدنتين ونامل جانكشن، عايزه تبدا تخترق الدنتين. طيب هتعمل ايه؟ كالعاده يلا يلا يا بكتيريا ابداي اخترق الدنتين. هتقول لك طيب انا موجوده على قاعده عريضه قوي، عايز ابدا اخترق الحاجه اللي فيها كميه كالسيوم كبيره. هتبدا تكيف نفسها فتنزل بالمنظر ده. فبنقول ايه بقى يا شباب؟ وهتاخدوا الكلام ده كله في الاوبرتيف، اديني فهمته لكم وقلت لكم بيحصل ازاي. فالبكتيريا بتحصل بالمنظر ده، او البيتس والفيشر كيرس بيحصل بالمنظر ده، ان انت بتلاقي ان انت عندك تو انفيرتد كونز او عندك تو كونز البيز على البيز. هنا البيز على البيز اهو، والبيز فين بقى بتاع البيتس والفيشر؟ عند الدنتين وانامل جانكشن. تمام، خلصنا كده. بسرعه بقى السموث سيرفس بيحصل ازاي؟ يلا تعالى نحط نفسنا مكان البكتيريا. ادي البكتيريا موجوده اهو على البكال واللينجوال او الميزيال والديستال. تبدا البكتيريا تنشر نفسها على كل السطح ده. يلا يا بكتيريا اخترق الانامل. تقول لك خلاص انا بما اني منتشره عشان اخترق الانامل القوي قوي ده هبدا اراكم نفسي وانزل زي بالظبط كده كاني نازله البحر. انت لما بنيجي نغطس في البحر بنعمل ايه؟ بتنزل بشكل عمودي، نفس بالظبط البكتيريا ما بتعمل. يبقى هنا شكل مستطيل. طيب الايبكس بتاعته فين؟ ناحيه الدنتين وانامل جانكشن. طيب وبناء عليه البيز بتاعه فين؟ ناحيه الاوتر سيرفس. كل دي اسئله ام سي كيو يا شباب، كل دي اسئله ام سي كيو مهمه جدا. طيب دكتور البكتيريا خلاص وصلت للدنتين ونامل جانكشن، اضعف حته ما بين الانامل والدنتين. يلا يا بكتيريا انتشري بشكل هوريزونتال. انتشرت. طيب يلا يا بكتيريا ابداي هاجمي. هتبص هتلاقي ان منظر السموث سيرفس كيرس بقى بالمنظر ده. نقطة مهمة جدا وهتاخدها في الاوبرتيف ولازم تبقى فاهمها في الاورال باثولوجي عشان بتيجي كتير في الامتحان. انت مش بس حافظها دلوقتي، انت الحمد لله فاهمها. يبقى هنا عندك تو كونز البيز على البيز، هنا عندك تو كونز ولازم تبقى عارف البيز فين والايبكس فين. هنا البيز على الايبكس وبيلتقوا عند الدنتين ونامل جانكشن. هناخد بريك ونكمل. هنا البيز قصاد الايبكس. يبقى اذا بناء عليه السموث سيرفس كيرس ارجوكم موجود في كتاب الاسئله ومأكد عليه كتير عشان بيجي في الامتحان. هنا في الدنتال كيرس لو بيتس وفيشر يبقى بيز على بيز، لو هنا في السموث سيرفس يبقى بيز على ناحيه ايبكس. خلصنا كده من الجزء ده وخلصنا من منظر البكتيريا تحت الميكروسكوب. تعالوا بقى نتكلم. دكتور طب انا دلوقتي معلش بقى ممكن تبدا كده تفصص لي ازاي التسوس بتاع الانامل بيحصل؟ يعني من الاخر كده انا دلوقتي علشان اشوف التسوس بيحصل همسك مثلا جزء من البيتس والفيشر او همسك جزء من السموث سيرفس، هلاقي
هنلاقي دايما يا شباب، وركزوا قوي في المعلومه دي عشان معلومه مهمه جدا، هلاقي ان البكتيريا ذكيه جدا جدا بالظبط شبهنا احنا كبشر، هو كائن حي ذكي جدا. وخليني اسالك سؤال، انا كبكتيريا او انا كشخص داخل حرب، علشان احافظ على القوات بتاعتي واحافظ على البكتيريا بتاعتي واقدر اخترق السنه دي، هعمل ايه؟ هل تتوقع اروح اضحي بكل الجنود بتوعي مره واحده يخترقوا السنه، ولا الاول ابعت الطيارات زي ما احنا ما قلنا في الحصه اللي فاتت، ابعت الطيارات تدمر القواعد الارضيه اللي هتدافع عن السنه دي، وبعد كده ابدا ادخل انا بنفسي؟ دكتور انا كبكتيريا علشان ادمر السنه لازم الاول ابعت الطيارات تضرب السنه دي، وبعد ما تضرب السنه يبدا يحصل لي ايه؟ ابدا انا ادخل بقى بنفسي، زي بالظبط ما كان هتلر بيعمل في الحرب. هتلر كان بيعمل ايه؟ يطلع طيارات بعدد كبير قوي تدمر المدينه دي عن بكره ابيها، ثم بعد كده يدخل يخترق الارض دي او يدخل يخترق المدينه دي. عشان كده كان يسمي دايما، او كنا نسمي دايما الحروب بتاعت هتلر ايه؟ حروب اللا حرب. هو ما حاربش، هو كل اللي عمله دمر وبعديها دخل اخترق بمنتهى البساطه. هي البكتيريا بتعمل نفس الموضوع بالظبط. بتعمل ايه؟ الاول هي كبكتيريا بتطلع اسيدز، تقول لك انا هبعت الجنود بتوعي. ايه الجنود بتوعي كبكتيريا؟ الاسيدز بتاعتي. تبعت الاسيدز تدمر الطريق قدامها، تبوظ المينرالز خالص، بعد كده تدخل هي شيك قوي في نفسها، مهندمه قوي في نفسها، تبدا تخترق السنه. هو ده بالظبط اللي بيحصل. عشان كده بقى يا شباب لما بنيجي نبص على البكتيريا بنلاحظ ان احنا عندنا اكتر من فيز، او بنلاحظ ان احنا عندنا في التسوس في اكتر من فيز. اول فيز ودي الفيز اوف انيشيشن، يعني ايه؟ ده طريق البدايه اللي البكتيريا هتاخده علشان خاطر تدمر السنه. طب يا دكتور بعد ما خلاص البكتيريا ابتدت تبعت الاسيدز وابتدت تعمل دي مينراليزيشن، بيبدا يحصل لنا ايه بقى من البكتيريا؟ يلا انتوا اللي هتقولوا. بيبدا يحصل اختراق من البكتيريا، بندخل ساعتها في البكتيريال انفيجن ستيج او البكتيريال انفيجن فيز. يبقى انا هنا في كل الاربعه فيزز اللي فوق او الاربعه زونز اللي فوق، انا كل ده اسيدز بس، هنا بكتيريال انفيجن. طب يا دكتور انا خلاص عملت دي مينراليزيشن في السنه وابتدت البكتيريا تخترق، يبقى كل اللي ورا البكتيريا ده اتدمر خلاص، ما بقاش فيه ولا كالسيوم ولا اورجانيك ماتيريال ولا اي حاجه. فساعتها بعد البكتيريال انفيشن بيكون عندنا الفيز اوف ديستركشن، يعني خلاص كل الانامل اللي ورا البكتيريا ده اللي موجود على السطح من بره خلاص اتدمر، بقى فاضي، بقى مجوف. عشان كده بندخل في الفيز اوف ديستركشن. طب يا دكتور معلش، افرض بقى ان البكتيريا بعد الفيز اوف ديستركشن حبت تنتشر يمين وشمال، يعني حبت تروح ناحيه المنطقه الضعيفه اللي احنا بنسميها دنتين وانامل جانكشن، ساعتها هيكون عندي ايه؟ سكندري انامل كيرس. عارفين يا شباب ليه سميناه سكندري؟ واكتبوا النقطه دي علشان مهمه واتقالت في المحاضره. بنسميه سكندري علشان هو هنا بدأ بدون ما البكتيريا تمشي الطريق الطويل ده. يعني هل هنا لما البكتيريا جت تنتشر ناحيه الدنتين هل احتاجت تمشي الطريق ده؟ لا يا دكتور ما احتاجتش تمشي الطريق ده. عشان كده بنسميه سكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني جه مترتب على البرايمري اللي حصل في اول مره. وخلوا بالكم هنا سكندري غير السكندري اللي في الاوبراتيف بتاعت الريكارنت اللي حوالين الحشوه الموجوده. تمام؟ طيب تعالوا نبدا بقى واحده واحده ونبص على الزونز او المناطق اللي موجودين عندي اللي ليهم علاقه بالاسيدز بتاعت البكتيريا. انا كل ده في الاربعه زونز او الاربع مناطق دول انا ماليش علاقه خالص بوجود البكتيريا، انا كل ده بتكلم على اسيدز. النقطه دي اكدت عليها الدكتور في المحاضره. طيب اول فيز بقى معانا يا شباب، ودايما واحنا ماشيين بنمشي من جوه لبره. يعني ايه من جوه لبره؟ يعني عايز اشوف من اول الانامل الصحي السليم عندي لحد وجود البكتيريا ايه اللي بيتم. طب تعالوا نبص، وانا لسه قايل لكم حالا كم نقطه اتفقنا عليها بخصوص كلمه ترانسلوسنت وهكذا. اتفقنا كل ما كان الانامل عنده مينرالز كتير قوي ولونه ابيض قوي يبقى ترانسلوسنت ولا لا؟ يا دكتور انت لسه قايل من شويه كل ما كان ترانسلوسنت. يبقى بمنتهى البساطه الفيز دي هنسميها ايه؟ هنسميها يا دكتور الترانسلوسنت. وبناء عليه يلا بقى احنا كل الكلام ده هبل انتوا هتحفظوه بسهوله. دكتور بما انه ترانسلوسنت اللي هو الجزء اللي هنا ده اللي هو الجزء الابيض او اللي هنا ده كده ناحيه الانامل الصحي، يبقى ده الادفانسنج فرونت ليجن. يعني ايه ادفانسنج فرونت؟ يعني ده اول منطقه موجوده عندي ناحيه الانامل الصحي، ناحيه جوه، ناحيه السنه من جوه، ناحيه الدنتين من الاخر. وبناء عليه دي اول زون بيبدا الاسيدز توصل لها من تحت، يعني دي الانيشال دي مينراليزيشن. وبناء عليه دي الديبست زون. يعني ايه الديبست زون؟ يعني اكتر زون هيبقى السمك بتاع المينرالز فيها كبير. دكتور وبناء عليه ايه رايكم في المينرال لوس؟ ايه رايكم في كميه المينرالز اللي موجوده؟ اكيد كميه المينرالز الموجوده هتبقى قليله قوي، ما فقدناش مينرالز كتيره لان لسه الاسيدز بتحاول تخترق. طيب وبناء عليه قولوا له بقى يا شباب لما نيجي نبص عليها ايه رايكم؟ دكتور احنا اتفقنا دي هتكون ترانسلوسنت. ليه ترانسلوسنت؟ علشان سواء بصيت عليها بالريفلكتد لايت او بالبولارايزد لايت هلاقي ان هي بتاخد السب
الصبغه بصوره كبيره قوي، هلاقي ان هي جواها تجاويف، التجاويف دي بتقدر المينرالز تمتصها عن طريق الصبغه اللي اسمها الكينولون، وبناء عليه بقدر اشوفها بتلمع قوي. يعني مثلا يلا قولوا لي بقى مين هنا اللي عنده اكبر لمعه اللي باللون الازرق اللي ناحيه الدنتين؟ هتقول لي يا دكتور هنا ده اللون ده، يبقى اذا ده كده البولارايزد لايت، يبقى اذا دي هي الترانسلوسنت زون. يبقى ليه سميناها ترانسلوسنت؟ علشان لما بتاخد الكيلو لون وبقدر اشوفها باللايت، بالبولارايزد لايت مايكروسكوب او الريفلكتد لايت، بتبان ساعتها ترانسلوسنت بالنسبه لي، او بقدر اشوف انعكاسها عندي في الميكروسكوب. طب تعالوا ندخل بقى يا شباب بالزون اللي فوقيها على طول، ومن غير ما اقول لكم ايه رايكم في الزون اللي فيها على طول؟ تقول يا دكتور بص، اكيد الزون اللي فوقيها مليانه بالاسيدز اكتر، طالما مليانه بالاسيدز اكتر يبقى التجاويف اللي جواها او البورز اللي جواها كتيره قوي وصغيره قوي من كتر تاكل الاسيدز ليها، صح ولا لا؟ تمام. طيب النقطه الثانيه، ايه رايكم في كميه المينرال لوس؟ اكيد اكتر. يبقى اذا بنشوف بقى يا شباب الفيز الثانيه اللي بعدها على طول، وبنلاقي ان لونها غامق. ليه بقى لونها غامق؟ ودي الدكتوره اكدت عليها في المحاضره، لان بالرغم ان كميه البورز اللي فيها كتيره، يعني تقدر تاخد كينولونز اكتر، ولكن من كتر ما هي كتيره وصغيره قوي الصبغه ما بتعديش تقعد في المينرالز، يعني من الاخر بتقع على طول من القطاع اللي احنا واخدينه، او بتقع على طول من السكشن اللي احنا واخدينه. يعني من الاخر كده عامل بالظبط زي المصفى، لو انت جبت ميه وحطيتها في مصفى عندها خرام كتير قوي، هل الميه دي هتقعد في المصفى ولا هتسقط على طول؟ هتسقط على طول. عشان كده بنلاحظ ان الفيس دي يا شباب او الزون دي او المنطقه دي بيبان لونها ايه؟ بيبان لونها اسود. عشان كده سميناها ايه؟ سميناها دارك زون. يبقى اذا الدارك زون، تعالوا يلا نقول الصفات بتاعتها. دكتور سوبرفيشال للترانسلوسنت، هي فعلا موجوده سوبرفيشال او فوق او بره بالنسبه للترانسلوسنت. يلا فيها ديمينراليزيشن اكتر ولا لا؟ فيها ديمينراليزيشن اكتر. يعني المينرال لوس 1% او 0.1 ل 1% ولا اكتر من 2 ل 4%. شكلها ايه بقى في الاشعه؟ لما نيجي نقول بقى المواصفات عشان ما تتلخبطوش، شكلها يا دكتور سودا اكتر، يبقى ريديولوسنت اكتر عن الترانسلوسنت زون. ارجوكم خلي بالك في فرق ما بين ريديولوسنت وترانسلوسنت. ريديولوسنت عكسها ريديو اوبيك. طب هو ليه هنا قال ترانسلوسنت؟ عشان بيقارن ما بينهم في الاشعه. يبقى انت ممكن تقول ريديولوسنت بالنسبه للترانسلوسنت بين قوسين، والترانسلوسنت دي مالها ريديو اوبيك. تمام. طيب ليه سميناها يا شباب دارك زون؟ يلا انتوا اللي هتقولوا بقى. لان يا دكتور هنا عندي بورز كتيره قوي وحجمها صغير قوي، ما بتقدرش تعمل ابزورب للكينولونز. خلصنا. يلا تعالوا بقى نمسك البادي اوف ذا ليجن. ايه بقى قصه البادي؟ البادي دي هنا يا شباب اللي هي في المنتصف، يعني من الاخر كده دي ذروه الاسيدز. يعني ايه ذروه الاسيدز؟ يعني دي قمه الاسيدز اللي خارجه من البكتيريا، وبناء عليه يلا قول لي مواصفاتها. دكتور دي هتبقى سوبرفيشال للدارك. اقول لك برافو عليك. طب غير ان هي سوبرفيشال للدارك، ايه رايك في كميه المينرال لوس اللي موجوده؟ تقول يا دكتور اكيد كتيره قوي. طيب وبناء عليه لما نيجي نشوفها هتبقى ريديولوسنت في الاشعه اكتر منهم كلهم ولا لا؟ هتبقى ريديولوسنت اكتر. يبقى اذا البادي اوف ذا ليجن، يلا تعالى نقرا. اولا هي ما بين الدارك والسيرفس. تمام. دكتور هي دي اكبر واحده وعشان كده سميناها البادي اوف ذا ليجن. دكتور دي اكبر كميه مينرال لوس وعشان كده بنلاحظ ان بيوصل المينرال لوس فيها ل 25%. امال ايه بقى 5% اللي موجوده دي يا شباب؟ لاحظنا ان زي ما احنا اتفقنا انا وانتوا، المينرالز او الاسيدز اللي بتدوب المينرالز ما بتروحش بس في اتجاه عمودي على السنه، لا ده بتروح في اتجاه عمودي واتجاه افقي. فبنلاحظ ان المينرال لوس نازله لتحت وكمان رايحه يمين وشمال علشان نعمل انتشار. يبقى المينرال لوس 5% بريفري يمين وشمال، و25% في السنتر. وطبعا زي ما احنا قلنا مور ريديولوسنت. تمام. اخر واحده بقى عندنا يا شباب ودي اللي بره خالص، هي دي الطبقه اللي موجوده على السطح بتاع الانامل من بره خالص. ولو جيت سالتكم سؤال بديهي قوي هتلاحظوا وهتقولوا لي ايه؟ هتقولوا يا دكتور بص، اكيد بما ان دي السيرفيس يعني دي المكان اللي البكتيريا متواجده عليه. خلاص يا دكتور من غير ما اتكلم، ده اكتر مكان فيه كميه اسيدز، يعني دي المفروض تكون متدمره. هقول لكم لا، احنا الاول لما بنتكلم على الانيشال ستيج او اللي هو مرتبطه بالاسيدز بنلاحظ ان السيرفيس زون ما اتدمرتش لسه. عارفين ليه يا شباب؟ الذكي منكم هيقول، هتقول لي يا دكتور لان ببساطه شديده كل المينرالز اللي عماله الاسيدز تاكلها لو اتبقى منها جزء، الجزء ده هيروح فين؟ هيروح يسقط لتحت. يعني من الاخر كده كل المينرالز اللي لسه ما اتاكلتش، اللي يا دوب احنا بنخربش فيها، هتروح تقعد فين؟ هتروح تقعد تحت
في اخر فيز او في اخر زون موجوده في الانيشال ستيج. مش بس كده، افرض العيان ده ابتدى يهتم ويغسل سنانه بعد ما شاف الكيرس ابتدى يحصل، يعني بيجيب فلورايد من بره، يعني بيجيب مصدر من المينرالز من بره، فدي برضه هتزود المينرالز على السيرفس زون. يعني اكتشفنا بعد ما شفنا الاسباب دي كلها ان السيرفس زون دي يا شباب هي اكتر زون فيها كميه مينرالز. دكتور ما تهزرش، والله ده اللي حاصل فعلا. ليه؟ بسبب الاسباب دي. عشان كده بنسمي السيرفس زون هي هايبر مينرالايزد زون. واول ما اقول لك هايبر مينرالايزد يبقى في الاشعه هتبان ريديولوسنت ولا ريديو اوبيك؟ شايفك وانت بترد عليا اكيد طبعا هتبان ايه؟ هتبان ريديو اوبيك. يبقى اذا دي الموست اوتسايد، اكتر واحده لبره، وبالتالي هي انتكت يعني ماسكه نفسها، بس بالرغم من كده الثيكنس بتاعتها بتكون حوالي 25 ل 30%. فيها قد ايه مينرال لوس؟ واحد. يبقى اعمل حرف اكس 0.1 واحد، هنا واحد مينرال لوس، تمام. هنا 2 ل 4 طبعا، وبالتالي بتكون مور مينرالايزد، وبالتالي في الاشعه بتكون مور ريديو اوبيك. دكتور ايه السبب؟ سؤال موجود في الامتحان وبيجي كتير. السبب ان هي عندها فلورايد جاي من بره كتير قوي، عندها كريستال اورينتيشن مختلف. ايه ده؟ ايه موضوع الكريستال اورينتيشن ده؟ والدكتور اكدت عليه في المحاضره. لو انت تفتكروا يا شباب في الاورال هيستولوجي كان عندنا طبقه الانامل اللي بره خالص اللي هي ناحيه الكاسب تيب والانسايزال ايدج. ربنا كان ليه حكمه غريبه جدا في ان هو يعملها لنا بالمنظر ده. كان بيخلي الاورجانيك بارت يختفي تماما من الجزء ده، وبناء عليه بتبقى مليانه كلها بالكالسيوم. كنا بنسميها ايه؟ اكتبها عندك وزودها في الهاند اوت. كنا بنسميها بريزملس انامل. يعني ايه بريزملس انامل؟ يعني انامل ملوش تنظيم معين، ما فيهوش جزء اورجانيك نظمه، عباره عن كميه كالسيوم اتحطت زي ما هي. وطبعا ربنا عمل كده ليه؟ علشان خاطر يمنع لي الاتريشن بتاع السنان، يزود الكالسيوم او يزود المقاومه بتاعه الانامل على السطح. عشان كده عندنا ديفرنت كريستال اورينتيشن بين قوسين بريزملس انامل. وطبعا ثالث حاجه اللي انا لسه قايلها لكم الاكتيف ري بريسبتيشن، يعني الترسيب اللي عمال يحصل من المينرالز اللي نازله من السنه. طب انا كده خلصت يا شباب الحمد لله من اول زون عندي او اول انيشال ستيج. بعد كده البكتيريال انفيجن، خلاص بقى انا مش هتكلم. اول ما البكتيريا بتبدا تبعت الاسيدز وخلاص دمرت والطريق فضي قدامها، بتبدا تدخل بقى بالبروتيوليتيك انزيمز. يعني ايه بروتيوليتيك انزيم؟ من اسمها بروتيو جايه من بروتين، وليتيك يعني بدوب. يبقى اذا بعد ما عملت دي مينراليزيشن للمينرالز عن طريق الاسيدز بتبدا تخترق ايه؟ بتبدا تخترق الاورجانيك بارت. يبقى بتدخل بعد كده البروتيوليتيك انزيم تعمل تجاويف في الانامل بريزم اللي هو الشكل السداسي بتاع الانامل بريزم. تمام، خلصنا كده من البكتيريال انفيشن فيز. بعد كده خلاص دمرنا اورجانيك بين اورجانيك، الانامل بقى مجوف، هيتكسر بسهوله طبعا وهيتكسر بشكل بسيط خالص. فالفيز اوف ديستراكشن بيكون عندي 90% مينرال لوس، وساعتها بلاقي ان الانامل مجوف وفاضي وطري خالص، وبلاقي ان الاورجانيك ماتيريال بتتدمر تماما عن طريق البروتيوليتيك انزيم. ثم بعد كده بقى تبدا تنتشر عند الدنتين ونامل جانكشن بشكل هوريزونتال، والسؤال ده بيجي كتير في الامتحان. فتبدا تسبريد لاترالي، واول ما تسبريد لاترالي وتبدا تنتشر يعني انت عندك حاجه متاكله من تحت الانامل. عشان كده لما بيجي الضوء ينعكس عليها بيبان باللون الايه؟ بيبان باللون البلو. بيبان باللون البلو ليه؟ كل الالوان التانية بتمتص وعيني ما بتعكسهاش، لكن اللي بينعكس عن طريق الاضاءه اللون الازرق، ودي هنعرفها ان شاء الله في شابتر البناين بالتفصيل. يبقى اذا اول ما بيوصل للدنتين ونامل جانكشن تحفظها صم، بيسبريد لاترالي. ليه؟ هتقول لي لان الدنتين ونامل جانكشن هو الويكست بوينت ما بين الاثنين. خلصنا. طيب ايه التاثير بقى؟ قلنا الانامل بيفقد الدنتين سبورت من تحته، يعني الانامل ده ما بيكونش ساند على حاجه، وبناء عليه ده بسبب ايه؟ بسبب السبريد بتاع الدنتين ونامل جانكشن. يعني كاني بقول لك احنا هاجمنا الانامل من تحت، عشان كده سميناه ايه؟ سميناه سكندري انامل كيرس. تمام، احنا كده خلصنا الانامل كيرس يا شباب. يلا اشرب لك نقطه ميه زي ما احنا. طيب وتعالى ندخل على طول في الدنتين كيرس. طيب دكتور انت هتتكلم على ايه دلوقتي في الدنتين كيرس؟ بمنتهى البساطه وهنخلصه في 5 دقايق مش هنطول. هتكلم انا بقى بعد ما الانامل ما حصل خلاص الحمد لله ودمرناه، عايزين بقى نبدا نخترق الدنتين، عايزين نبدا نجمع نفسنا كبكتيريا وندخل نخترق وندمر الدنتين ده خالص. يبقى اذا كالعاده اول نقطه لازم اتكلم عليها في الدنتين مكون الدنتين. احنا عارفين ان الدنتين طبعا دي مكتوبه غلط، عارفين ان الدنتين بيتكون من اورجانيك وان اورجانيك. مين اكتر؟ طبعا الاورجانيك اكتر، ولكن الان اورجانيك اكتر، ولكن الاورجانيك برضو نسبته عاليه على عكس الانامل. يبقى هنا هنقدر نديله الهيماتوكسلين والايوسين ولا لا؟ هنقدر نديله الهيماتوكسلين والايوسين، مش لازم اشوفه بالجراوند سيكشن زي الانامل. يبقى في 75% ل 65 ل 75%
ان اورجانيك ماتيريال، و20% كولاجين واورجانيك ماتيريال، وطبعا دنتينال تيبيول بمختلف انواع الدنتين زي ما خدنا في الاورال هيستولوجي. بعد كده بنتكلم على الماكروسكوبيك فيتشر، يعني لما اجي ابص عليه انا مش هتكلم بقى، يلا قولوا لي بيبقى شكله ايه دكتور؟ بيبقى شكله كونيكال او بيبقى شكله عامل زي الكون، وده بسبب السبريد اللي بيحصل عند الدنتين ونامل جانكشن. طيب لما نيجي نبص عليه بقى يا شباب مايكروسكوبيكالي، وعشان نقدر نشوفه مايكروسكوبيكالي لازم تبصوا على الصوره دي، مهمه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ايه بقى القصه بتاعتها؟ لما بنيجي نشوف يا شباب كالعاده اختراق البكتيريا للدنتين ما يفرقش كتير خالص عن الانامل. بتعمل ايه البكتيريا دكتور؟ الاول كالعاده هتبعت طياراتها تدمر المدافع الارضيه، وبعد ما تدمر المدافع الارضيه تبدا تدخل بنفسها. هو ده بالظبط يا شباب اللي بيحصل على مدار الدنتينال تيبيول. ادي الدنتينال تيبيول اهو، وادي الاودونتوبلاستيك بروسيس اللي موجوده جوه الدنتينال تيبيول، وبالتالي البلب موجود هنا. ايه اللي بيبدا يحصل بقى؟ خليني ارسمها لكم علشان تقدروا تتخيلوا. اهو ده طبعا ده البلب اهو بالمنظر ده، ودي الدنتينال تيبيول، وادي البلب اهو بالمنظر ده، تمام؟ الاودونتوبلاستيك بروسيس الكتيره. بتبدا البكتيريا الخبيثه اللي لونها اخضر دي تعمل ايه دكتور؟ تبدا تبعت لي اسيدز الاول. يعني من الاخر كده الاسيدز اللي هتروح دي للدنتينال تيبيول وظيفتها كلها ايه؟ ان هي تعمل لي دي مينراليزيشن بس. هل انا كده دمرت الاورجانيك؟ لا. هل انا كده لسه عندي وجود للبكتيريا ولا لسه ما دخلتش؟ لسه ما دخلتش. عشان كده بنسمي الدنتين ده يا شباب الدنتين اللي اتاثر بالاسيدز، ما هوش لسه انفكتد، ما هوش لسه فيه بكتيريا، فبنسمي الدنتين ده ايه؟ ان انفكتد، او اسمه الثاني افكتد. ليه افكتد؟ لانه مصاب بالاسيدز بس، مفيش عنده اي اصابه بالبكتيريا. دكتور طب انا هشوف بقى في الان انفكتد دنتين ده اللي هو فيه اسيدز بس، هشوف كام فيز، او ايه انواع الدنتين اللي هشوفها، او ايه انواع الزونز اللي هشوفها؟ بصوا يا شباب تعالوا ركزوا معايا واحده واحده. تعالوا نتخيل ان انا دلوقتي دنتين وجاي اسيدز كتيره ناحيتي، يعني من الاخر كده انا عارف وحاسس ان في هجوم عنيف قوي من البكتيريا، انا في حرب وشايف ان الطيارات طالعه، هسكت ولا هبدا اخد اسلوب دفاعي؟ هبدا اخد اسلوب دفاعي، فهبدا احمي نفسي، يعني هبدا ارجع بالجنود بتوعي لورا. عشان كده بيبدا يحصل ايه يا شباب؟ الدنتين ذكي جدا، بيبدا قصاد التفاعل ده يعمل دنتين بيتفاعل قصاد الاسيدز. يعني ايه بيتفاعل قصاد الاسيدز؟ يعني يحاول يصد قصاد الاسيدز، يحاول يقف قصاد الاسيدز. عشان كده بنسميه، انا مش عايزكم تحفظوا، انا عايزكم تفهموا اكتر، بنسميه رياكشنري دنتين، او دنتين اتكون بعد البرايمري والسكندري. يعني اسمه الدنتين الثلاثي، بنسميه تيرشري دنتين. تمام؟ سهل الموضوع، سهل الموضوع. وبناء على لو جيت سالتكم الرياكشنري او التيرشري دنتين ده عباره عن ايه؟ تقول لي يا دكتور عباره عن دنتين ميكس ما بين السيل اللي هي الاودونتوبلاست، وميكس ما بين مين؟ وميكس ما بين المينرالز، صح ولا لا؟ طيب تتوقعوا بقى لما انا اجي احط طبق الدنتين على البلب هيحصل ايه للبلب؟ يلا احنا عارفينها من الدنتيشن بقى، بيحصل لي بالب ريسيشن، بيتراجع البلب. يبقى انا كده حميت البلب من ان هو يحصل له علاج عصب او يحصل لي الم للعصب. تعالوا نقرا بقى الكلام ده. يبقى الرياكشنري او التيرشري دنتين اول زون من الان انفكتد او الافكتد. دكتور هي ريسبونس للمايلد ستيمولاي، وبسبب ان هي بتحصل بسرعه بتكون irregular، لسه الخلايا ما هياش قادره تنظم نفسها. مش بس كده، وبيبقى تورشوس. يعني ايه تورشوس؟ ملعبك، ما اناش قادر احطه بشكل منظم، يبقى هو irregular وتورشوس. طيب دكتور وبيبقى عنده كالسيفيكيشن، يعني انا بضغط على الدنتينال تيبيول فبقلل عددها. تمام؟ وطبعا خامس حاجه، اكيد انا معنى كده طالما حطيت التيرشر دنتين ده يبقى انا زودت السمك اللي موجود فين؟ زودت السمك اللي ما بين البلب وما بين التسوس. اهي الطبقه اللي انتم شايفينها دي. سهل كده الموضوع؟ سهل الموضوع. طب دكتور افرض بقى كان الاتاك عنيف قوي. يعني ايه كان الاتاك عنيف؟ يعني انا بقدر الامكان احاول احمي نفسي قوي قوي بسرعه بدون ما افكر في اي حاجه، بدون ما احط اهتمام للاودونتوبلاست ولا للخلايا خالص. يعني انا من الاخر كده يا دكتور هحط كالسيوم بس، انا مش عايز احافظ على الخلايا بتاعتي. ساعتها بقى بنعمل طبقه يا شباب اسمها ايه؟ اسمها السكليروتيك دنتين. واعتقد انتوا فاكرينها. السكليروتيك دنتين ده كان عباره عن ايه دكتور؟ دنتين ما فيهوش وجود للخلايا خالص، ده عباره عن سد منيع من الكالسيوم بس. عشان كده بنسميه الهايبر مينراليزيشن او الزون اوف سكليروزس. بيكون موجود فين دكتور؟ بيكون موجود اندر وعلى جوانب الكيرس، يعني بنحاول نحمي نفسنا يمين وشمال وتحت. طيب دكتور في المينرالز عنيفه قوي والكالسيوم عنيف قوي، لدرجه ان انا بعمل ناروينج للدنتينال تيبيول، لدرجه ان انا ممكن اسد الدنتينال تيبيول دي اساسا. طيب يلا قولوا لي بقى ايه رايكم لما اجي ابص عليه
في الترانسميتد لايت او في الريفلكتد لايت، ايه رايكم؟ هيبقى لونه ابيض زي الانامل يعني ومليان كالسيوم، ولا هيبقى لونه اسود؟ دكتور انت خلاص بقى فهمتنا، مش محتاج احفظ كتير. هيبقى لونه ابيض قوي، يبقى هيكون لونه ترانسلوسنت زي الازاز المصنفر بسبب كميه الكالسيوم العنيفه. طب افرض بقى ان البكتيريا يا شباب قدرت تدوب السكليروتيك دنتين ده. يعني ايه يا دكتور قدرت تدوب السكليروتيك دنتين؟ يعني من الاخر كده قدرت تدوب كل الاسيدز اللي موجوده في السكليروتيك دنتين. هتقول لي يا دكتور بص انا هفكر معاك بصوت عالي، معنى ان هي تدوبه وتقتل الكالسيوم اللي فيه، طب ده اصلا كان دنتين ما فيهوش خلايا، يعني ساعتها هيبقى انا عندي دنتين مجوف، يعني عندي طريق عامل زي طريق الموت كده ما فيهوش خلايا خالص. فساعتها بقى بيحصل لي نوع دنتين بشوفه، لو انتوا فاكرينه في الاورال هيستولوجي كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه الديد تراكت. يبقى الديد تراكت ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما الاودونتوبلاست ما بيكونش ليها وجود. مش بس كده، وكمان انا عملت ايه؟ عملت اكسسيف اسيد اتاك وما قدرتش انتج دنتين. يبقى خلي بالك، امشي معايا واحده واحده. دكتور الاودونتوبلاست هاديه وعندها مايلد ستيمولاي وقادره تدافع عن نفسها برياكشنري دنتين، بعمل الرياكشنري او التيرشري irregular وتورشوس، ولكن لسه معاه شويه خلايا. لو انا ما بقاش عندي خلايا خالص وساعتها عملت دنتين بمينرالز كتير قوي بسميه سكليروتيك دنتين. خلصنا. طب لو السكليروتيك دنتين ده بقى هو كمان داب وبقى فاضي بسميه ديد تراكت، صح ولا لا؟ تمام. وبناء على الديد تراكت دي بقى يا شباب قولوا لي يلا ايه رايكم في الضوء اللي هيخترقها في الترانسميتد لايت؟ اكيد طبعا هيخترقها ويلاقيها فاضيه، يبقى انا هشوفها لونها اسود. تمام. وفي نفس الوقت لما اجي اشوفها في الاشعه هلاقيها ان هي ريديولوسنت، هلاقيها ان هي ايه؟ ريديولوسنت. تمام. خلصنا كده وقلنا ان هي بتبقى دارك بالترانسميتد لايت. طب تعالوا نتكلم بقى دكتور، انا بعد كل الكلام ده خلاص بقى عندي دلوقتي زون فاضيه تماما ما فيهاش اي كالسيوم، ما فيهاش اي مينرالز خالص، ما فيهاش اي وجود للدنتين، انا عندي منطقه فاضيه، بسميها ايه ساعتها؟ بسميها الزون اوف دي مينراليزيشن. يبقى انا ختمت الرياكشنري، دخلت على السكليروتيك، واخر واحده ختمت بيها اللي هو بقى خلاص حصل ديفيوجن للاسيدز وخلاص البكتيريا على وشك تدخل، ببدا ان انا احصل على الزون اوف دي مينراليزيشن. تعالوا نقراها. دكتور في الزون اوف دي مينراليزيشن انا عندي الاسيدز عملت ديفيوجن، يعني حصل لي دي مينراليزيشن للدنتين، يعني الدنتينال تيبيول وسعت، خلاص الطريق بتاعي وسع، تم اختراقه بالكامل، يعني بقى عندي انكريس في الباث واي، في الطريق اللي البكتيريا تخترقه. طب كل ده انا فين يا شباب؟ تعالوا كده نبص على الصور دي اهو، دي الترانسلوسنت زون. طيب فوق الترانسلوسنت زون ابتدى يحصل لي الديمينراليزيشن. يبقى خلي بالك بقى ان كل الترانسلوسنت زون الطبقه الكبيره دي عباره عن اكتر من دنتين. هنا عندي التيرشري او الرياكشنري، هنا عندي على الجوانب السكليروتيك اللي هو لونه بالمنظر ده، ثم عندي بقى فوق السكليروتيك عندي على طول الديمينراليزيشن فيز. عشان كده كل الطبقتين دول اللي هم عباره عن 3 زونز يعني دول يعتبروا الافكتد او الان انفكتد. طيب دكتور انا كده الحمد لله خلصت الان انفكتد او الافكتد دنتين، ممكن بقى ندخل لو البكتيريا خلاص ابتدت تخترق. يعني انا دلوقتي يا شباب بدخل على الزون رقم 4 وهي زون اختراق البكتيريا، زون البكتيريا الانفيجن. ايه اللي بيبدا يحصل؟ بيبدا يحصل حاجه غريبه جدا، تبدا البكتيريا يا شباب تدخل بالمنظر ده، بس برضو كالعاده البكتيريا ذكيه جدا. قولوا لي انهي بكتيريا اللي هتدخل الاول؟ هل البكتيريا اللي بتطلع اسيدز ولا بتطلع بروتيوليتيك انزيمز؟ يعني انهي بكتيريا الاول، اللي بتدوب المينرالز ولا بتعمل ديستراكشن للاورجانيك بارت؟ تقول لي يا دكتور اكيد طبعا اللي بتدوب المينرالز، هي دي اللي الهدف بتاعي من خلاله بيحصل الكارث. يبقى اذا انا يا شباب عندي تو ويفز، عندي موجتين، او عندي من الاخر كده نوعين من الجنود. الجنود اللي بتدخل الاول دول جنود الصاعقه، الجنود الاقوياء قوي 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 اللي بيقدروا يدوبوا لي الاسيدز. يبقى اذا انا في الزون اوف بكتيريال انفيجن بيحصل لي اول ويف اسيدوجينيك، ومين الاساسيه البايونير بتاعت الدنتين كارث اللي بتقدر تعيش في اسيدز قليله او 3.5 هتبقى مين؟ طبعا اللاكتوباسيلاي. طب السكند ويف بيبدا يبقى ميكس بقى، وطبعا مين لمين؟ من البروتيوليتيك انزيم. طب دكتور معلش ممكن توضح لي ايه الصوره اللي انا شايفها دي؟ طيب بصوا كده يا شباب، وزي ما قلت لكم البكتيريا ذكيه قوي 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 قوي، ذكيه ويعني بصوا خطيره زينا بالظبط. البكتيريا دي تعالوا نسال نفسنا سؤال، هل هتفضل تشتغل على مدار اليوم؟ لا يا دكتور طبعا لازم الاول تشتغل وبعدها تريح على اخر اليوم، تشتغل وبعدها تريح على اخر اليوم. فايه اللي بيحصل؟ بنبص نلاقي ان البكتيريا اهو دي الكره دي ده الوقت اللي هي اشتغلت فيه. طيب بعد كده تبدا تريح على اخر اليوم وتقعد تستقر، بعد كده تشتغل وتوسع، تبدا تريح، تشتغل وتوسع، بعدها تريح. فبتعمل لك منظر مميز قوي بنسميه بيدنج. يعني ايه بيدنج؟ يعني كور عامله زي عامله زي بالظبط
السبحه. عارفين السبحه؟ السبحه بالظبط يا شباب او كوز الذره بيكونوا عباره عن ايه؟ كور مرتبطه ورا بعض. هو ده بالظبط اللي احنا بنشوفه. يبقى اول جزء عندي هو البيدنج. ايه هو البيدنج؟ كولكشن من المايكرو اورجانيزمز. بس حصل امتى؟ لما البكتيريا كانت اكتف ولا ان اكتف؟ برافو عليك تقول لي اكتف. طيب مش بس كده بقى يا شباب، لما بتبدا البكتيريا دي بقى تتصل مع بعض وتعمل لك الطريق اللي انت شايفه ده وتبدا تتحد مع بعض، تعمل لك منظر مهم قوي قوي. بنسميه ايه؟ بنسميه يا دكتور المنظر او التجمع اللي حصل بسبب ذوبان البكتيريا للمينرالز. فبنسميه ايه؟ ليكوي فاكشن. يعني ايه ليكوي فاكشن؟ يعني دوبنا او قتلنا او قضينا على. فصاي يعني ايه؟ يعني جمعنا. وفي بعض الاماكن بينطقوها فكاي. المهم ليكوفاكشن فوساي ده عباره عن ايه؟ ان البيدز دي او التجمعات بتاعت البكتيريا دي اتحدت مع بعض. بس في انهي طريق؟ في انهي مسار؟ اتحدت في مسار باراليل او في مسار لونجيتيودينال مع السنه. يعني كنا ماشيين بشكل باراليل مع مكان السنه، مع طول السنه. السنه واقفه كده اهو فانا ماشي معاها. يبقى اذا ايه هو الليكوفاكشن فوساي؟ تحفظ لي التعريف ده دكتور. هو عباره عن ان البيدز اتجمعوا مع بعض، يعني كل دول خلاص اتحدوا، كل دول مسكوا مع بعض، ما بقاش عندي مينرالز ولا اماكن راحه خالص. اتحدوا، واول ما اتحدوا عملوا لك سلسله طويله بنسميها ايه؟ بنسميها ليكوفاكشن فوساي. طيب دكتور افرض بقى كانت البكتيريا جايه بشكل ترانسفيرس، يعني جايه بشكل بالمنظر ده، شكل عرضي، هل ساعتها بقى تعمل لك ليكوفاكشن فوساي؟ لا، تعمل لك اماكن برضو بايظه واماكن منخفضه بس بالعرض. بنسميها ايه؟ بنسميها ترانسفيرس كليفتس. يبقى ايه هو ترانسفيرس كليفتس؟ هو عباره عن بيدنج برضو ما بين البكتيريا، بيدز اتجمعت واتحدت مع بعض، بس في شكل ايه؟ هل في شكل باراليل مع السنه ولا بشكل بيربنديكولار على السنه؟ بشكل بيربنديكولار على السنه. دكتور وريني مثال على الموضوع ده. بصوا كده هنا معايا يا شباب على الصوره دي عشان تقدروا تفهموني. هنا بالظبط ده منظر الدنتين باللي بيحصل فيه بالملي. بصوا كده اهو، ده الدنتينال تيبيول بالبكتيريا اللي مخترقاها. دي مين دي؟ دي البايونير بتاعت البكتيريا اللي هي اللاكتوباسيلاي. طب مين دي دكتور؟ هنا دي التجمعات اهو، الكور اللي هي ما بينها اماكن ضيقه واماكن واسعه، اماكن ضيقه واماكن واسعه، دي البيدنج بتاع الدنتين. برافو عليكم. طيب اول لما البكتيريا بقى بتبدا تتجمع وتدمر لك المسار بتاعها كله، خلاص ما بقاش فيه كالسيوم، ما بقاش فيه اماكن ضيقه، ساعتها بنعمل لي ليكوفاكشن فوساي. طب لو جايه بالعرض ساعتها بنسميها ترانسفيرس كليفت. عشان كده بيجي لنا سؤال مهم قوي يا شباب، خلاص بنختم بيه بقى الدنتين كيرس وبنختم بيه يعتبر الشابتر، بقى لنا 10 دقائق بالظبط. ليه الترانسفيرس كليفتس بتحصل؟ ليه بتحصل؟ ليه بيكون عندي بكتيريا ماشيه بشكل عرضي كده؟ ايه السبب؟ طبعا لو انتوا تفتكروا في الاورال هيستولوجي يا شباب، لان الدنتال تيبيول لما كانت بتيجي تتكون ما كانتش بتطلع كده بشكل عمودي على السنه وخلاص، لا، كانت بتطلع كده لو هي رايحه ناحيه الكاسب تيب، وكانت بتمشي كده يمين وشمال لو هي رايحه ناحيه السموث سيرفس، يعني ميزيال وديستال وباكال ولينجوال. يبقى اذا اول سبب يحصل لك بسبب الترانسفيرس كليفت هو اللاترال برانشز بتاعت الدنتال تيبيول. ادي اول سبب. ثاني سبب ان الاماكن دي يا شباب واحنا ماشيين كان فيها عباره عن دنتين ما كانش فيه كالسيوم كتير قوي كده، اللي هو الدنتين اللي بنسميه مكور لو انتوا فاكرين، كان عباره عن جلوبيولز، كان نسبه الكالسيوم فيها قليله قوي على عكس المانتل وعلى عكس البرايمري دنتين. طبعا بفكركم اهو بالاورال هيستولوجي. يبقى اذا الاماكن دي كانت اماكن ضعيفه قوي، بنسميها انترجلوبولار دنتين سبيسز او المسافات اللي ما بين الجلوبيولز بتاعت الدنتين. وطبعا كل ده بسبب ان هو حصل على الانكريمنتال لاين، الاماكن اللي الاودونتوبلاست ارتاحت فيها زمان ودي كانت اماكن ما فيهاش كالسيوم خالص. يبقى ايه السبب اللي بسببه يحصل لنا ترانسفيرس كليفتس بشكل عرضي؟ دكتور انا هنا بمشي مع الانكريمنتال لاين. دكتور انا هنا بمشي مع الدنتال تيبيول اللي ماشيه بشكل ترانسفيرس، واماكن ما فيهاش كالسيوم كتير اللي هي الانترجلوبولار دنتين. عشان كده لو احنا جينا قارنا بقى يا شباب ما بين الان انفكتد او الافكتد دنتين وما بين الانفكتد، هتقول لي دي يا دكتور عباره عن اسيدز بس، يعني ما معهاش بكتيريا. يعني من الاخر كده ممكن لو انا لحقتها وعملت لها مينراليزيشن كويس وخليت العيان ده يغسل بقه كويس بالمينرالز ممكن اقدر الحقها، لان لسه ما دمرتش الكولاجين او ما عملتش ديستراكشن للكولاجين اللي موجود فيها. يعني هي ريمينراليزابل. يلا قولوا لي الزونز اللي فيها. احنا خدنا 3: ريباراتيف، ثم الهايبر مينرالايز اللي هو السكليروتيك، ثم الدي مينراليزيشن زون. بعد كده الانفكتد، ودي عباره عن في اختراق بالبكتيريا وبالتالي الكولاجين اتدمر تماما وبالتالي نوت ريمينراليزابل. يعني الزونز اللي فيها عباره عن الزون بتاعت البكتيريا الانفيجن
سوبرفيشال ديستراكشن اللي بيحصل بالمنظر ده. بعد كل ده بقى يا شباب، وبعد ما خلاص الحمد لله ما قضينا على الدنتين، بنبص نلاقي ان عندنا تجويف من الدنتين فاضي من الكالسيوم وفاضي من الاورجانيك بارت، زي بالظبط ما قلنا في الانامل. عندك انامل بقى فاضي تماما ومجوف، ايه اللي هيحصل له؟ هيتكسر بسهوله. فاخر زون بنختم بيها هو الدنتينال ديستراكشن، بفقد بقى فيها كل شكل الدنتين تماما تماما تماما. وساعتها عندي كام زون؟ عندي البكتيريا الانفيجن، دي بتتكون من بيدنج، ليكوفاكشن، فوساي، ترانسفيرس كليفتس، ثم السوبرفيشال ديستراكشن. هناخد بريك دقيقتين وانتوا كمان خدوا بريك دقيقتين ونرجع نكمل السيمنتم والثيوريز. يلا باي باي. ماشي. طيب احنا كده عملنا ايه برضو لحد دلوقتي يا شباب؟ زي ما قلت لكم عناوين، عايز تختم الاورال باثولوجي كويس، طبعا بجانب الحاجات اللي احنا بنوفرها لكم من عملي وانتراكتيف ريلز والكلام ده كله، وفكره وسؤال ولقطه على السريع، كل الحاجات دي معاكم عشان تسهل. لكن انت بقى مع نفسك لازم تنجز. ازاي تنجز؟ عن طريق انت تذاكر كل شابتر في عناوين. احنا ايه عناوين الكيرس اللي اخدناها لحد دلوقتي؟ يلا تعالوا نجمع سوا. دكتور اول عنوان هو الديفينيشن، خلصنا منه. دكتور تاني عنوان اخدناه الكلاسيفيكيشن، خلصنا منه. ثالث عنوان اخدناه هو الايتيولوجي، والايتيولوجي اتكلمنا فيه على هوست سنه وسلايفا، اتكلمنا فيه على الايجنت اللي هو البكتيريا، صح ولا لا؟ برافو عليك، اتكلمنا فيه على البكتيريا. ثالث حاجه اتكلمنا على الكربوهيدراتس، وخدنا كل اشكال الكربوهيدراتس، انواع وتايب وفريكونسي وانتيك وتكتشر، واتكلمنا على الهاني، واتكلمنا على الاكسترا سيل بوليساكرايدز اللي هو الدكستران والليفان، مين بيلزق، طب مين بيتشال بسهوله، وهكذا. طيب بعد كده خدنا الكيمستري اوف كيرس، يبقى ده كده العنوان الرقم كام؟ جمع معايا بقى، ده العنوان رقم 4، الكيمستري اوف كيرس. بعد كده اتكلمنا على الدنتال بلاك، وعرفنا ازاي الدنتال بلاك بيأثر. طيب كده ده العنوان رقم 5. العنوان رقم 6 بقى قلنا طب ما تيجي بقى نثبت كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ان هو بيأثر فعلا على الدنتال كيرس. فخدنا الاكسبيرمنتس، كان عندنا الاكسبيرمنت بتاعت فايب هولم، المستشفى اللي احنا قلنا العالم استغلها بطريقه وحشه جدا علشان خاطر يدمر فيها العيانين، بين قوسين يعني فامباير، في اوعى تنسوها. بعد كده اتكلمنا على البكتيريا، وعرفنا ان علشان نثبت ان البكتيريا بتعمل كيرس عندي 2 اكسبيرمنت، ميلر واورلاند. بعد كده دكتور طب كل ده هيعيش فين؟ هيعيش في الدنتال بلاك. فخدنا ستيفنز اكسبيرمنت بالريستنج بي اتش وبالكريتيكال بي اتش. دكتور خلاص الحمد لله، ده كده العنوان السادس او الخامس خلصنا منه خلاص. ابتدينا بقى نشوف الكيرس تحت الميكروسكوب. فكان عندي اكتر نوعين طبعا لازم اتكلم عليهم اكيد، واشهر نوعين هو الانامل كيرس، والانامل ده لو البكتيريا كملت فيه واخترقت الدنتين هيكون عندي دنتين كيرس. وعرفنا يا شباب واوعوا تنسوا ان الانامل والدنتين كيرس كل واحد فيهم عباره عن زونز مختلفه. اول حاجه قبل ما اتكلم في اي زونز ببص عليه كلينيكالي، يعني بشوفه ماكروسكوبيك او بعين المجرده، اما يكون وايت او يكون براون او يكون ارستد وهكذا. طيب بعد كده مايكروسكوبيك بقى، قلنا ان الانامل فيه اكتر من زون. اول زون اللي هو الانيشيشن، انا لكل ده عباره عن اسيدز بس. طب الانيشيشن دي كانت كام زون؟ او الفيز دي كانت كام زون؟ 4. اوعوا تنسوا ترانسلوسنت، فوق الترانسلوسنت كان عندي ايه؟ كان عندي الدارك، بعد الدارك كان عندي الكبيره قوي المسيطره البادي، واخر واحده اللي بره خالص السيرفس. خلصنا. دكتور طب لو انا قتلت كل ده بيبدا يحصل لي اختراق بالبكتيريا، فبيكون عندي بكتيريال انفيشن فيز. بعد كل ده لو دمرت خلاص يبقى عندي فيز اوف ديستراكشن. طب كل ده هيخلي الانامل ينتشر، فيكون عندي سكندري انامل كيرس اللي هو بنسميه بلو كيرس. طيب خلصنا كده خلاص من الموضوع ده. دخلنا في الدنتين وعرفنا الدنتين برضو عباره عن 2 فيزز. وقبل ما اتكلم على 2 فيزز عندي ماكروسكوبيكالي ومايكروسكوبيكالي. بشوف ال2 فيزز يا اما ما فيهاش بكتيريا وبالتالي اسيدز بس متاثر او افكتد دنتين، او ان انفكتد، يا اما انفكتد او بكتيريال دنتين ليجن. هنخلص بقى دلوقتي في ظرف 4-5 دقايق بالظبط على النوع الثالث من عندنا اللي هو السيمنتم كيرس، ونتكلم على الثيوريز، ويبقى كده خلصنا كل العناوين ال8 عناوين بتوعنا في الشابتر، ونكون ختمنا 45 ورقه من الشابتر. يلا واحده واحده وتعالوا نبص سوا. انا كل ده بكمل السيمنتم وبكمل اخر نوع عندنا من الكيرس هو السيمنتم كيرس. نقطه بسيطه كده يا شباب هتقدر تفهمنا نوع الكيرس الثالث ده. احنا عشان افكركم السيمنتم ده كان اكتر هارد تيشو موجود في السن، عنده كميه اورجانيك فايبرز. يعني من الاخر كده كانت كميه الاورجانيك ماتيريال او الاورجانيك بارت اللي موجود فيه كان قد ايه؟ يلا تعالى نفتكر، كان حوالي 45%. يعني كميه المينرالز اللي فيه حوالي 60 ل 55%. وبناء عليه هنا هيبقى عنده قدره بالاختراق من البكتيريا ولا لا؟ يعني عنده مقاومه اكتر ولا مقاومه اقل؟ بالنسبه للانامل والدنتين مقاومه اقل. وبناء عليه اكيد هيكون اختراقه للبكتيريا او اختراقه من البكتيريا سهل. بس برضو السؤال الثاني اللي لازم نتفق عليه انا وانت، علشان يحصل لي اختراق للسيمنتم مش لازم يكون السيمنتم ده متعري وظاهر في الاورال كافيتي؟ لازم يا دكتور يكون متعري وظاهر في الاورال كافيتي. يبقى اذا انا علشان اقول لك الروت سيرفيس كيرس بيحصل ليه لازم تقول لي كلمه تحفظها
شخصها صم. دكتور ده بسبب الاكسبوجر بتاع السنه في الاورال انفايرمنت. يعني بسبب ايه؟ بسبب الجنجفال ريسيشن، عمليه الايجنج يعني تراجع اللثه، او بيريدونتال ديزيز. اي مشكله من الاثنين دول يعملوا لك على طول تماسك للبكتيريا على السنه، وبالتالي تعمل لك روت سيرفس كيرس. مش بس كده دكتور، بيحصل ازاي؟ ايه الباثوجينيسيس؟ يلا قلنا بسبب ان في الريجولار سيمنتم، او بسبب، وانتم فاكرين طبعا واخدناها في الاورال ستورج، قلنا ان السطح بتاع السيمنتم كان رف، يعني خشن، مش بس خشن ومتعرج. طب ما هو اكيد طالما خشن ومتعرج رف والريجولار، ده هيشجع البكتيريا جدا ان هي تقدر تمسك بمنتهى البساطه، صح ولا لا؟ يبقى اذا وجود الirregular انامل سيمنتال جانكشن، او وجود الرف الريجولار سيمنتم، وكمان معاه اني نوع بكتيريا، اوعوا تنسوا الاكتينومايسيس فيسكس، كل ده بيخلي البكتيريا تقدر تمسك. طيب بمنتهى البساطه بقى، يلا فاكرين كده يا شباب لما جينا اتكلمنا على السيمنتم قلنا ان السيمنتم عباره عن ايه؟ يلا تعالى افكركم. لو دي السنه بتاعتي اهو، ده النسيج بتاعي، وعندي طبقه السيمنتم اللي هي الرفيعه قوي، كنا بنقول ان السيمنتم بيتكون من جزئين. الجزء اللي هو احنا بنعتبره اورجانيك بارت، اللي هو عباره عن شاربيس فايبرز، ودي بتبقى ماشيه باراليل مع السيمنتم. وطبعا ما بين الشاربيس فايبرز عندي ايه؟ عندي الان اورجانيك بارت. اللي بيبدا يحصل كعاده اي بكتيريا بتخترق اي حاجه، بتبدا ان هي تبعت الاسيدز بتاعها. طيب قول لي بقى بمنتهى البساطه، الاسيدز وهي ماشيه يا شباب طبعا هتدوب المينرالز وكل حاجه، بس مين اسهل لها؟ اختراق الجزء المينرالز اللي هو هياخد مقاومه كبيره قوي منها، ولا الاسهل بالنسبه لها ان هي تدخل من خلال الشاربيس فايبرز؟ قلت له يا دكتور طبعا الاسهل بالنسبه لها ان هي تدخل من خلال الشاربيس فايبرز. عشان كده يا شباب دايما الاسيدوجينيك بكتيريا، البكتيريا اللي بتبعت اسيدز، تحب دايما تخترق السيمنتم منين؟ تحب تخترقه من الشاربيس فايبرز، الجزء الاورجانيك. تمام؟ ليه؟ لان هو اضعف من الان اورجانيك، وبالتالي اسهل ليها في الطريق. خلصنا. يبقى البلاك بكتيريا بتقدر تعمل بنتريشن عن طريق الشاربيس فايبرز، جيف ريزن ويك بارت عن الان اورجانيك. خلصنا. وبناء عليه البروجريشن كالعاده انتشرت على السيمنتم كله، يعني عندها وايد بيز تبدا تخترق فيه نارو ايبكس، فبرضه هتعمل لك كون، يبقى البيز بتاعه باصص لبره. تمام؟ وطبعا سريع جدا بسبب ان الاورجانيك فيه اكتر من الان اورجانيك. الديفنس برضه كالعاده، في الاخر احنا لما بنكسر طبقه السيمنتم الرفيعه قوي تحتها دنتين، ده مليون في الميه احنا عارفين. طب الدنتين ده اول ما يحس بالخطر هيحط قصادها رياكشنري او تيرشري دنتين. خلصنا. طيب انا كده خلصت يا شباب السيمنتم كيرس. تعالوا بقى نختم اخر جزء عندنا، وهو انواع الثيوريز اللي اتحطت علشان نشوف ازاي الكيرس بيحصل. فعندنا من الاخر كده يا شباب 3 انواع من الثيوريز اتحطت. تعالوا نشوف مين فيها الاصح، ونتناقش انا وانتوا بالمنطق لحد ما نستدل مين فيها فعلا الاصح. نقاش منطقي، سيبك بقى من هم قالوا ايه واحنا قلنا ايه. طيب اول ثيوري عندنا يا شباب، او اول نظريه عندنا، وهي الاسيدوجينيك ثيوري. من اسمها اسيدوجينيك ثيوري يبقى هي معتمده اعتماد كامل على وجود مين؟ وجود الاسيدز علشان نقدر نعمل ديمينراليزيشن. طب دي ايه يا شباب؟ دي من الاخر كده الثيوري اللي احنا قدرنا نوضح بيها الشابتر ده كله. يعني انت من غير ما تحفظ الثيوري دي وضحت ازاي الكيرس بيحصل اللي احنا اتكلمنا فيه على مدار الشابتر. يعني علشان اقول لك كيرس بيحصل ازاي، تقول لي يا دكتور لابد من وجود اسيدوجينيك بكتيريا تطلع اسيدز، بعد ما تبدا تطلع اسيدز تبدا تخترق البكتيريا، اني بكتيريا اسيدوجينيك وبروتيوليتيك، بعد ما تخترق تبدا تدوب لي البروتيوليتيك، او تبدا عن طريق البروتيوليتيك انزيمز تدمر الاورجانيك بارت. يبقى اذا هي دي الموست اكسبتبل اللي انا وانت وكلنا اتفقنا عليها خلال الشابتر. ودي حصلت في 2 ستيجز. اول جزء عملنا دي كالسيفيكيشن او اسيدوجينيسيس للمينرالز بتوعنا، وتاني جزء عملنا ديستركشن للاورجانيك ماتريكس. وبناء عليه ايه اللي خلانا نميل ان احنا نختار الثيوري دي؟ ببساطه لان هي قدرت توضح لي دور الكربوهيدرات في الكيرس. قدرنا نعرف ان الاسيدز اللي احنا بنجيبها للبكتيريا دي او بتنتج من البكتيريا، بتنتج لما البكتيريا بتقدر تستهلك الكربوهيدرات. يبقى قدرت تثبت لي دور الكربوهيدرات في حدوث الدنتال كيرس، على عكس الاثنين اللي جايين ما اتكلموش خالص على الكربوهيدرات. تاني حاجه قدرنا نعرف ان الاسيدوجينيك بكتيريا عملت لنا كيرس في النوتوبايوتس. يعني لما قدرنا نحط الاسيدوجينيك بكتيريا فعلا مع النوتوبايوتس، الانيمالز او الراتس اللي احنا عارفين نوع البكتيريا اللي فيها، فعلا انتجت لنا دنتال كيرس على عكس الاثنين اللي جايين. وثالث حاجه طبعا خلاص اتفقنا انا وانتوا ان الاسيدز دي فعلا لما طلعت من البكتيريا كبيبي من البكتيريا، فعلا بيبي يعني تعتبر هي الانتاج بتاع البكتيريا اللي هو اللاكتيك اسيد، فعلا عملت تسوس. يبقى احنا اتفقنا ان ال3 نقط دول خلاص انا وانتم متفقين فيها، ان دور الكربوهيدرات فعلا مؤثر، وان الاسيدوجينيك فعلا عملت لي بكتيريا او عملت لي كيرس في النوتوبايوتس. وثالث حاجه علشان يحصل لي كيرس لابد من وجود فيرمنتابل كربوهيدرات تعمل لي اسيدز.
طب تعالوا نشوف تاني واحده بقى يا شباب، وتاني واحده دي انا هقول لكم عنوانها وانتوا اللي هتقولوا. اسمها بروتيوليتيك ثيوري. بروتيوليتيك يعني يا دكتور ليه علاقه بالبروتين؟ يعني من الاخر كده دي عكس الاسيدوجينيك، دي بالظبط عكس الاسيدوجينيك من غير ما تحفظ كتير. الثيوري دي قالت ايه؟ قالت لك لا 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 معلش، انا بكتيريا ايه الاسيدوجينيك اللي بتبتدي لي التسوس؟ انا البكتيريا اللي بتبتدي لي التسوس هي البروتيوليتيك بكتيريا. يا عم يهديك يرضيك، ما احنا اتفقنا ان الاسيدز لازم تكون موجوده في الاول. قال لك لا، البروتيوليتيك هي اللي بتعمل لي التسوس. طب تعالوا نشوف احنا متفقين ولا لا. هنا دي عكس الاسيدوجينيك، برضو بتحصل في تو ستيجز، بتحصل في تو ستيجز. ايه هما؟ ان البكتيريا الاول بتاتاك البروتين ماتريكس، او بتاتاك الكونكتيف تيشو ماتريكس، او بتاتاك الارضيه اللي هي عباره عن ميوكوبوليساكرايدز. بعد ما بتاتاك الميوكوبوليساكرايدز ايه اللي بيبدا يحصل؟ بتبدا تشتغل على السلفر اللي موجود في الميوكوبوليساكرايدز اللي موجود في الارضيه، زي مثلا الكولاجين فايبر، زي الهيالورونيك اسيد، الحاجات دي كلها. وقال لك ايه بقى؟ شوفوا التوقع والتخيل. قال لك ده السلفر اللي جاي من الميوكوبوليساكرايدز، السلفر ده بقى او الحمض اللي اسمه السلفوريك اسيد ده هو اللي دوب الاسيدز. طب ده كلام؟ لا طبعا، لان انت مش هتقدر تخترق الاورجانيك او مش هتقدر توصل للاورجانيك غير لما تاكل ايه الاول؟ غير لما تاكل الان اورجانيك اللي حواليه. عشان كده حطوا 3 نقط بيعارضوا النظريه دي. اول حاجه ان احنا ما وضحناش دور الكربوهيدرات، انت كده لغيت الكربوهيدرات خالص في الموضوع. وتاني نقطه ان هم لما جابوا النوتوبايوتس وحطوا لهم البروتيوليتيك بكتيريا، لقوا ان البروتيوليتيك ما بتعملش تسوس اساسا، مش هي اللي بتقدر تورينا او تظهر لنا حدوث التسوس. وتالت حاجه ان الاسيدز اللي موجوده من الاورجانيك بارت اللي هو من الاخر يعني السلفر اللي بيخرج من الميوكوبوليساكرايدز ما هوش كافي علشان يحصل لي عمليه الاسيدوجينيسيس او يحصل لي عمليه الذوبان بتاع الاسيدز. طب تالت واحده بقى يا شباب، ومن اسمها برضه هنقدر نتوقع اسمها ايه؟ بروتيوليتيك كيليشن ثيوري. حاسس كده يا دكتور والله اعلم ان انا سمعت كلمه كيليشن دي قبل كده، اقول لك برافو عليك. كيليشن دي يا شباب سمعناها في شابتر الامبريشن لما قلنا ان الزنك بيعمل كيليشن للايجينول، يعني الزنك عامل زي المخلب اللي بيروح يمسك في الايجينول ويبدا معاه التفاعل. طب ايه اللي دخل الموضوع هنا بتاع الكيليشن؟ تعالوا نشوف. قال لك بقى في النظريه دي ايه اللي بيحصل؟ قال لك لا ده خلي بالك، علشان نعرف يعني ايه كيليشن، هو عباره عن مولكيول عامل زي الكلاو لايك، عامل زي رجل المخلب بالظبط، هي اللي بتقدر تمسك في الكالسيوم. طب تعالوا نشوف اللي بيتم بالظبط. قال لك ايه؟ قال لك والله في النظريه دي انا اللي بيعمل لي التسوس بروتيوليتيك بكتيريا. يا عم يهديك يرضيك، ما احنا قلنا ما فيش بروتيوليتيك بكتيريا. قال لك امشي بس معايا للاخر وهوضح لك. قال لك والله البروتيوليتيك بكتيريا دي اول حاجه بتدمر بطبيعه الحال الاورجانيك. طب بعد ما بتدمر الاورجانيك سبحان الله بقى بتطلع لي كيليتنج ايجنت، بتطلع لي عباره عن مخالب من الاورجانيك ده يا راجل. قال لك طيب ماله بقى؟ عمل ايه الاورجانيك ده او الكليتنج ايجنت دي؟ الكليتنج ايجنت دي قدرت تشتغل عامله زي الباص بالظبط، عامله زي الميكروباص زي المترو. قدرت الكليتنج ايجنت دي تشيل الكالسيوم على قفاها كده وتمشي بالكالسيوم، وبعد كده تاخده تخرجه بره السنه. قال يعني كده ابتدينا الاول بالبروتيوليتيك انزيمز اللي عملت لي كليتنج ايجنت، والكليتنج ايجنت دي يلا امشوا معايا سوا قدرت تشيل الكالسيوم وتخرجه بره السنه. طب ده طبعا كلام ينفع؟ لا. ليه؟ لان قال لك علشان خاطر نقدر نشيل الكليتنج او نقدر نشيل الكالسيوم ده لازم نشيله في الكالاين بي اتش. الكالاين بي اتش، الكالاين بي اتش يا دكتور؟ الكالاين بي اتش ده يا دكتور خلاص انا مش محتاج اكمل الثيوري دي، ده اصلا علشان يحصل لي تسوس ما ينفعش يكون في الكالاين او نيوترال بي اتش. ازاي بقى الكليتنج ايجنت دي بتشتغل في نيوترال بي اتش؟ ما انا بقول لك بقى. عشان كده لما جينا نقول النقط اللي بتضاد او بتعاكس النظريه دي قلنا ما ينفعش خالص اقول او ما ينفعش انفي دور الكربوهيدرات، لان هم كده نفوا دور الكربوهيدرات خالص. تاني حاجه ما ينفعش لما اجي ابص على البروتيوليتيك عملت لي كيرس في الراتس ولا لا، لقينا ان البروتيك ما عملت ليش، لان هم برضو حبوا ان هم يشوفوا هل البروتيوليتيك بكتيريا عملت لي التسوس ولا لا. طبعا لقينا ان البروتيوليتيك بكتيريا ما عملتش. وثالث حاجه طبعا قال لك ان علشان يحصل لي تسوس لابد من وجود الكالاين بي اتش. طب ده بيحصل؟ لا طبعا يا دكتور ما بيحصلش. الكيرس علشان يحصل لازم يحصل في اسيديك بي اتش. وكده الحمد لله يا شباب خلصنا الشابتر على خير. وزي ما قلت لك من العنوان بتاع كل نظريه تقدر تتوقع ايه النقاش اللي موجود فيها. هنا دي اسيدوجينيك ودي اللي تاخد علامه صح، هنا بروتيوليتيك اعكس على طول الاسيدوجينيك، هنا هتزود وجود الكليتنج ايجنت بس، واني علشان يحصل لي تسوس في الالكالين، وده ما حصلش. طبعا اخر حاجه الشابتر هايلايتس، ودي اهم النقط اللي احنا قلناها في الشابتر كتجميع ان انتوا تقروها بعد ما تخلصوا الشابتر. يلا الى اللقاء في فيديو حل الاسئله.